السلام عليكم شباب، كيف الأحوال؟ إن شاء الله كويسين. الفيديو ده بس للناس اللي عايزين يحجزوا رحل الطيران من السودان لأمريكا أو من أي حتة في العالم يعني. طيب هنجي بس هنا الموقع بتاع كاياك. أنا جبت الموقع ده من وين؟ تكتب في جوجل هنا الكلمة دي اللي هي كاياك، يطلع لك أول موقع هنا اللي هي موقع كاياك. أنا بس ما بحجز بيه، لكن بس بشوف الرحل الرخيصة أسعارها شنو كده والحاصل فيها شنو يعني. طيب الرحلة هنا طبعا شنو؟ ذهاب فقط أو ذهاب وإياب. هنختار هنا في ذهاب فقط. الوجهة اللي هي مثلا من وإلى. فروم هنختار فروم مثلا بورسودان، اللي هي الاختصار بتاع المطار بتاعه اللي هي BZU بورسودان. طبعا أي مطار عنده اختصار زي 3 حروف. BZ، أو ممكن تكتب المطار، يعني تكتب بورسودان، مطار بورسودان برضو بيطلع عليك. إلى مثلا إلى نيويورك اللي هي نيويورك. ممكن نختار الاختصار بتاع نيويورك اللي هو JFK. طبعا ده أشهر مطار في نيويورك، JFK، مطار JFK الدولي اللي هو جون كينيدي انترناشونال ايربورت. نختار اليوم اللي حامشي فيه مثلا. يلا الأيام اللي بتكون باللون الأخضر دي غالبا أيام شنو بتكون رخيصة نوعا ما. الأيام بتكون محددة باللون الأصفر شوية كده بتكون غالية، زي من يوم 19 أبريل ده مثلا. واليوم اللي بتكون بالأحمر دي دايما بتكون الأيام دي دايما بتكون في رأس السنة، اللي هي قريب لشهر ديسمبر وكده مثلا. دايما بتكون في ديسمبر الحتة دي، لأنه الناس طبعا الرحلات بتكتر في رأس السنة وكده يعني، فشوية يكون في استغلال من شركات الطيران. المهم خلينا مثلا في يوم 27. يوم 27 نختار يوم 27، نعمل سيلكت ديت، نيجي نشوف الموقع حدينا أرخص الرحلات شنو. ممكن بعد رات الموقع ممكن يختار لك التشيبست أو ممكن يختار لك البست. هنا في الحالة دي مختار لي البست، أو اللي هي البست من ناحية شنو؟ من ناحية الزمن، من ناحية السعر. الزمن أقل، كل ما تكون الرحلة أقل زمن يعني بتكون أفضل وما متعبة، والرحلة لما تكون أرخص طبعا في السعر بتكون أفضل. فحسي مطلع لي رحلة هنا. أنا لو اخترت مثلا التشيبست، أنا بس ما عندي شغالة بالزمن، بس داير الأرخص اللي هي التشيبست اللي هي أرخص حاجة. نقول دن. طبعا حتطلع لي الأرخص والزمن طويل يعني. فدي شوية كده الرحلة دي التوتال بتاعها كله من بورسودان لحد نيويورك. عندها وقفة واحدة في النص، ما عارف ايه بلد، غالبا بتكون في مصر، لأنه الخطوط الطيارة الرحلة هتكون بالخطوط المصرية، فغالبا الاسطوب هيكون في مصر. نشوف التفاصيل بتاعتها. الرحلة هنا كاتب لي من بورسودان الساعة 8 صباحا إلى القاهرة في 2:10. الانتظار حيكون 17 ساعة وخمس، يعني باعتباره بيسكلي يعني كده مثلا 18 ساعة الانتظار في القاهرة. شوية كده الزمن طويل، عشان كده الرحلة التوتال بتاع 32 ساعة بسبب بس 18 ساعة انتظار للطيارة. يعني انت اللي هتكون قاعد في المطار 18 ساعة، هتيجي الصباح تاني يوم تصحى، هتكون طبعا نايم في الكرسي يعني، إلا لو عندك تأشيرة تقدر تطلع برا المطار تقعد تمشي تبيت في فندق وكده معليش، لكن معظم الناس بيقعدوا في المطار انتظار. فبعد ذاك بتيجي الرحلة التانية هتمشي لأمريكا، من مطار القاهرة لJFK في 12 ساعة. الرحلة دي شوية دي ده كلام فاضي، دي شوية كده متعبة شديد. المهم ان الناس تشوف الاسعار، كل ما الاسعار تكون كويسة والزمن بتاع الرحلة كويس. حاسس زي الرحلة دي فيها نزلتين، لكن شنو 19 ساعة. نشوف التفاصيل بتاعت دي. فرق كله يعني $120، ما كتير من 850 ديك، او يعني اقل من كده. المهم دي بالخطوط المصرية، طبعا ده على الخطوط المصرية. من بورسودان للقاهرة. تاني عندك انتظار ساعتين او ساعة و55 دقيقة من القاهرة وارسو دي وين؟ مدينة وارسو دي طالعة من أوروبا. اللهم أنا ما أعرف وارسو دي وين. هي شكلها كده مدينة في دولة أوروبية. من القاهرة لوارسو 4 ساعات. الانتظار في وارسو ساعة ونص، اللي هي في وارسو هنا. بعد ذاك من وارسو لJFK 9:45، يعني 10 ساعات. عندك نزلتين، يعني عندك نزلة في القاهرة ساعتين، وعندك نزلة في وارسو ساعة و25 دقيقة. وممكن في الساعة 25 دقيقة دي لو طيارة القاهرة إلى وارسو تأخرت ممكن تفوتك الرحلة من وارسو للJFK. فالناس تعمل حسابها دائما تختار الرحلة اللي بيكون فيها من ساعتين ل3 ساعات، ما تختار الساعة أو أقل من ساعة أو 40 دقيقة، لأنه غالبا 100%، ما 100%، لكن غالبا مرات بتحصل مشاكل زي دي يعني. الطيارة تحصل فيها عطل، ما تقدر تنزل، ناس بتتدخل مثلا من الجو كده،
يعملوا ديلي او يعني كده تأجيل للرحلة. الرحلة اللي بعدها تقوم شنو تروح منك، فهم غالبا حيدفعوا عليك طبعا حق الرحلة اللي بعدها، حيقعدوك في فندق على حسابهم اي حاجة، لكن حيكون في عطلة يعني، هتكون في لخبطة شديدة يعني. نرجع ورا. المهم دي كل الأسعار في الموقع اللي ممكن تشوف، لكن أنا ممكن خلينا شنو بأفضل شيء نشوف البيست، نختار خيار البيست اللي هي أفضل خيار اللي هو في الزمن وفي السعر. طبعا جاب لي دي فيها وقفة واحدة، دي اللي جبناها قبالك اللي هي رحلة 32 ساعة، هي 32 ساعة بسبب اللي فيها انتظار 12 ساعة في النص. دي 19 ساعة فيها نزلتين، دي فيها نزلتين 20 ساعة، ودي فيها نزلتين وبعد تلات واحد توتال بتاعها 31 ساعة تقريبا. دي لجدة كده، خلينا نشوفه 20، دي 20 ساعة. اوكي دي من بورسودان لجدة، ايوه، ومن جدة لروم، روم اللي هي ايطاليا، ومن روم لجي اف كي في 10 ساعات. الوقفة في جدة ساعتين و40، والوقفة في روم ساعة و10 دقائق. التوتال بتاع الرحلة كله، نرجع ورا. التوتال بتاع الرحلة 20 ساعة و5 دقائق. السعر $1076. المهم كده نشوف الخطوط المصرية. طبعا ده الموقع بتاع الخطوط المصرية اللي هي ايجيبت اير. لو قلنا عملنا حجز اللي هي كلمة بوكن او حجز، نختار هنا مثلا بي زد يو بورسودان، بي زد يو جي اف كي. الموقع شوية هنا ما اعرف حاطط شنو كده، انا هوقف التسجيل وارجع اظبط الحاجات دي يعني. طيب انا هنا دخلت الاختصارات اللي هي بورسودان انترناشونال ولنيويورك جي اف كي انترناشونال. اخترت طبعا، عملت الرحلة وان واي ذهاب فقط. اخترت يوم مثلا، نختار يوم نقول نيكست مثلا يوم 25 او 24 مثلا. طبعا الراكب واحد بالغ، ما في اطفال ما في شي. نشوف البحث هيدينا شنو. طبعا دي الموقع الرسمي بتاع الخطوط المصرية، يعني اي رحلة من هنا حتكون فقط بالخطوط المصرية. طيب بدأنا رحلة 875 $. نشوف التفاصيل بتاعتها. show me details. طيب من بورسودان للقاهرة في ساعتين و10 دقائق. هتقعد في مطار القاهرة 19 ساعة و30 دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، انتظار طويل ده. هتمشي هناك تاني يوم طوالي من تيرمينال 3 في القاهرة الساعة 5:55 صباحا. طبعا هتصل هناك في نيويورك الساعة 10:30 في نفس اليوم، لأن انت هتكون ماشي باتجاه الشمس غالبا، هتكون بنفس، هتصل النهار برضو الساعة 10 صباحا. الرحلة كلها 11 ساعة و35. برضو الانتظار هنا طويل 19 ساعة. طيب اوكي نرجع. المهم الرحلة هي شوية كده يعني، السعر بتاعها كويس، لكن بس فيها انتظار برضو كتير يعني. المهم لو زول اختارها بس يعمل انتر هنا كونتينيو، وبعد كده يدخل التفاصيل بتاعة البيانات، الاسم وتاريخ الميلاد والايميل والتلفون وكده، ويمشي يدفع، وبعد ذاك بيقدر يرسله التذكرة في الايميل يعني، يطبعه ويمشي المطار طوالي. طيب في موقع تاني اللي هو موقع الخطوط الأثيوبية. الخطوط الأثيوبية صراحة الموقع بتاعهم ظريف شوية. المهم ناخد بي زد يو اللي هي بورسودان، جي اف كي اللي هي الديستنيشن بتاعنا او الوجهة لمطار جي اف كي نيويورك. هنختار ون واي ذهاب فقط، وان باسنجر راكب واحد بالغ. نختار طبعا الأسعار بتاعت الشفع برضو شوية كده يعني أقل. نختار مثلا نقول نيكست اللي مثلا شهر ماي، شهر 5 يوم 15. نعمل سيرش. هي الخطوط الأثيوبية دايما، الطيران بتاع الأثيوبية دايما بيكون غالي شوية يعني، ما حصل يكون ما حصل لقيت لي طيران عنده الرخيص. كان زمان رخيص والله الناس ديل، لكن هسي ما أعرف ليه بيقوا يغلوا. طيب اداني الرحلة عنده رحلتين بس في يوم 27 يوم 15 أقصد 15/5. رحلة ب1100
و70 ورحلة ب1426. دي الدوريشن بتاعه 59 ساعة، لا إله إلا الله. ودي الدوريشن بتاعه 35 ساعة أو التوتال يعني. فيها 2 ستوبس اللي هي وقفتين، ودي فيها 2 ستوبس وقفتين في نفس اليوم. دي شكلها بالصباح، دي شكلها بالمسا، شكلها كده. والله الاتنين قايمين في نفس الزمن، لكن ما أعرف ليه. طيب ما علينا. المهم خدين يوم 15 بنفس السعر، ويوم اليوم اللي قبليه يوم 14 بنفس السعر، والقبليه بنفس السعر، والقبليه بنفس السعر. لكن كده نشوف هسه أنا مختار يوم 15 هنا. اليوم اللي بعديه ب1400، والبعديه يوم اللي هو يوم الساترديس اللي هو السبت ب1503 دولار. ده سعر. المهم دي كده الطريقة بتاعت البحث بتاع الخطوط يعني. المهم الناس تحاول تمشي. لو الناس اللي قاعدين حاليا في القاهرة، لو أنا شايف أفضل إنه يمشوا المكتب عديل بتاع القاهرة أو الخطوط الجوية أو أي وكالة بتاع السفر، لأنه غالبا بيكون عندهم عروض. أنت لما تمشي المكتب عديل، بدل ما تقعد تحجز أونلاين وتحجز بالتطبيقات وبالمواقع، تحجز أونلاين، تحجز قصدي في المغار بتاعهم يعني، بيكون شوية كده أرخص. ولما تدفع لهم كاش فبيكون في ديسكاونت، وبيكون في عروض برضو بيقدموها لك، فبيكون فيها أضمن يعني. هي ما مشكلة، ممكن الواحد يحجز أونلاين، لكن لو دار تحجز أونلاين غالبا الأفضل إنك ما تحجز من المواقع زي كاياك وجيب فلاي وما عارف شنو الحاجات دي. أحجز من المواقع الرسمية. ده تحجز من الخطوط المصرية. خش الخطوط المصرية، أعمل فيها أكاونت في الموقع بتاعهم وأحجز منهم. ده تحجز بالقطرية، خش الويب سايت بتاع القطرية وأحجز منهم. ده تخش الأسيوبية، خش الويب سايت بتاع الأسيوبية برضه أعمل أكاونت باسمك وأحجز منهم. كده أفضل. دايما لما تحجز من المواقع الرسمية بتاعت الشركات، أنا شايف أفضل شيء، عشان لو دار ترجع الرحلة وكده يمكن يرجع لك القروش يعني، وتقدر تستلمها في أي وقت. لكن لما تحجز بالتطبيقات شوية كده عشان يرجع القروش، لو حصل لا قدر الله حاجة ولغيت ده تلغي الرحلة شوية ورجع القروش، ده هيكون شوية متعب. ممكن ما يرجع لك طوالي في نفس اليوم وكده. أصلا ما هيرجع لك في نفس اليوم، هياخد أسبوع أسبوعين لحد ما يرجع لك. فأفضل شيء دايما تمشوا المكاتب الرسمية. المكاتب الرسمية إن شاء الله ما عندهم مشاكل في الحجز، وبيكون الموضوع يعني ايزي شوية يعني. فإن شاء الله غادي توفيق للجميع إن شاء الله.